مر عليه أسبوع ولا يزال ممددا على فراشه في هذا المستشفى. أحمد لا يكاد يعي ما يحدث حوله بعد أن سقطت قذيفة على منزلهم في حي نينوى بالجانب الشرقي من الموصل. فكان أحمد وإخوته الأربعة وأمهم ضحايا لغازات سامة حملتها تلك القذيفة لتنظيم الدولة استهدفتهم. فجأة سمعنا صوت صاروخ قوي وقع علينا، طلعت أطفالي برا على السريع ورجعت على ابني بالمهد صغير، طلعته من المهد طلعنا برا، والجيران نقلانا على المستوصف. كان الغاز تأثيره ما زين على الجسم، يأثر هاي كله من تأثير الغاز، حرق بداية. لم تكن عائلة أحمد الوحيدة التي تضررت، ففي الغرفة المقابلة لهم أم ضياء لا تزال تعيش صدمة ما حدث لهم. ما حسيت إلا الوحيف مال الصاروخ، ما حسيت إلا أني واقعة بالقاع. والله طلعوني برا بس مسكتني القحة. بالفجر قلت لأولادي بس شوف أشكوا برقبتي، لحقت برقبتي قالوا شنو هذا مثل الشعل. جينا على مستشفى بالموصل عندنا، شافوا حالتنا قالوا هاي مادة من الكيمياوي. يتواصل توافد الجرحى والمصابين إلى مستشفيات إقليم كردستان التي تعاني نقصا في الأدوية ومواد التخدير. من 17 أكتوبر الماضي وحتى الآن أكثر من 30,000 تم استقبالهم في مستشفيات أربيل، بينهم حوالي 14,000 من الجرحى وأغلبهم من المدنيين. وقد استقبلنا 15 حالة من المدنيين الذين يتوقع أنهم تعرضوا لقصف كيميائي. كثير من أهالي مدينة الموصل يتعرضون بشكل يومي لشتى أنواع الأسلحة، ويدفعون أرواحهم في حرب لم يكونوا طرفا فيها، كل ذنبهم أنهم من أهالي الموصل. ستير حكيم، الجزيرة، أربيل.